خلصنا الماتش واتبسطنا بالأداء واتبسطنا بالأجوال واتبسطنا بفوز الأهلي. نتكلم بقى عن النقط الفنية في الماتش وإيه اللي إحنا شفناه في الماتش عجبنا وإيه اللي ما عجبناش. ريبيرو بدأ تشكيل النهاردة 4-1 4-1. طبعا الخطة دي الأهلي مش متعود يلعبها كتير، والخطة دي شبيهة كتير ل 4-3-3، بس هي بتختلف في الأدوار بتاعة اللعيبة وإزاي هتنفذها في الملعب وإزاي شكلهم هيبقى في الملعب. هنتكلم الأول على خط الظهر. هو بدأ بشوبير ودي حاجة كويسة منه، ان هو مصر ان شوبير يبقى الحارس الاساسي للاهلي، فكلنا مقتنعين ان شوبير يبدأ حتى لو غلط الماتش اللي فات وحتى لو غلط الماتش ده، بس شوبير هو اللي يكون الحارس الاساسي للنادي الاهلي. بدأ في خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني باك رايت، وجنبه اشرف داري، وجنبه ياسين مرعي، وعلى الباك ليفت بدأ بكريم فؤاد. بقى النقطة اللي مش عجباني حتة كريم فؤاد يلعب باك ليفت وانا لسه شاري شكري. طب انا اشتريت شكري ليه طالما مش هلعبه؟ طالما انا مش مقتنع بيه انا اشتريته ليه؟ طب لو الراجل مش عايزه، الاداره اللي جابته، طب هل الراجل كويس؟ ما نعرفش. هل الراجل وحش؟ برضه ما نعرفش. مش عارفين نشوف حد في الباك ليفت بيلعب كريم فؤاد، وانا ما عنديش اصلا غير باك ليفت في الفرقه. ودي من الحاجات الغريبه اللي بدانا بيها الموسم، اللي احنا مشينا كريم الدبيس واحنا ما عندناش اصلا باك ليفت. يعني احنا اشترينا باك ليفت ومشينا اتنين باك ليفت، علي معلول وكريم الدبيس. انا من وجهه نظري اصلا كريم الدبيس احسن من شكري. يعني انا مش مقتنع اصلا بشكري من اول ما جه ومن اول ما اعلنوا عن الصفقه، وانا شايفه عادي يعني لعيب كويس، بس مش هو الاضافه القويه اللي احنا مستنيينها. وبعد علي معلول لعيب كويس بس برضه يعني مش احسن من كريم الدبيس، فانا ما عملتش حاجه وفي الاخر ما بلعبوش. هنيجي بقى قلبين الدفاع. واضح كده ان ياسين مرعي بيثبت رجله والراجل هيلعب بيه على طول وهيعتمد عليه. وبصراحة ياسين مرعي خامة مبشرة جدا جدا جدا، ولعيب كويس جدا جدا وقابل للتطور قوي قوي قوي. وكمان ميزة عنده ان هو بيلعب برجله الشمال، وانا ما عنديش في الفرقة سنتر باك بيلعب برجله الشمال غير العش، وهو كورته احسن من العش بكتير جدا فعلا، وهو يستحق يكون اساسي في الحتة دي. بس هنيجي احنا في فترة الاعداد وفي الماتشات الودية ادانا ايحاء ان هو يلعب ببيكهام. يعني خلاص بقى بيعتمد على بيكهام وبيكهام بيلعب، ادانا ايحاء اللي هو يعتمد على بيكهام، والاهلي خلص فيه واشتراه. اول ماتش بيكهام ما لعبش، تاني ماتش بيكهام ما لعبش. طب احنا جبنا ليه بيكهام؟ احنا بنشتري لعيبه وما بنلعبهاش وبعد كده بنمشيها بعد اول سنه وتاني سنه ونقول فشلوا. طب هم فشلوا ازاي واحنا اصلا ما لعبناهمش؟ هنيجي بقى لخط النص. اليو ديانج كان بيلعب على السنتر لوحده خالص وقدامه اربعه. عيب ده يا جدعان، دبابه دبابه بمعنى الكلمه. انت لو عايز الفرقه كلها تهاجم وهو يقف يلم وراهم قادر يعملها، ويعملها بكفاءه كبيره قوي، ومفيش حد في الفرقه هيعرف يعملها قده. وبان قوي النهارده وهو بيلعب على السنتر لوحده، وكل الاربعه اللي جنبه او قدامه كلهم ادوارهم هجوميه. من اليمين تريزيجيه، وجنبه زيزو، وجنبه محمد علي بن رمضان، وعلى الشمال بن شرقي هو الوحيد فيهم اللي بيدافع. بجد اليو ديانج احنا نتمنى الفتره الجايه يكون اساسي مع الفرقه ويكمل، عشان لعيب كبير، عشان مش عايزين نخسره زي ما خسرناه السنه بتاعت الاعاره بتاعته، وفعلا احنا محتاجينه. هنيجي بقى نتكلم في الحته بتاعت قلب الملعب. دلوقتي هو شايف في زيزو قلب ملعب اكتر من طرف. لاحظناها مع الاهلي في كاس العالم للانديه، حتى هو بيلاعب زيزو طرف بيدخله في القلب وبيخلي الباك رايت هو اللي يكمل. طيب انا دلوقتي في الحته دي انا بلاعب زيزو وجنبه محمد علي بن رمضان، وبلاعب تريزيجيه على اليمين. تريزيجيه لحد دلوقتي مش هو ده تريزيجيه، مش ده تريزيجيه خالص اللي احنا نعرفه، ولا دي ادواره، ولا دي كورته، ولا اي حاجه. طيب انا دلوقتي لما بلاعب زيزو هنا، طب لما امام يرجع انا هلعبه فين؟ طب هل هقعد زيزو؟ طب هل هقعد محمد علي بن رمضان؟ ما اعتقدش ان في حد من الثلاثه ينفع يقعد. فليه انا ما اعدلش الملعب من الاول بحيث ان لما يجي اللعيب المصاب يخش يركب في مكانه وتبقى المنظومه كلها واحده؟ ليه بلاعب تريزيجيه على اليمين وزيزو في القلب وبن شرقي على الشمال؟ كلنا عارفين ان تريزيجيه بيلعب على الجنب الشمال، زيزو على الجنب اليمين. الاثنين دول عتلتهم. انت عايز تلعب بن شرقي، بن شرقي بيعرف يلعب 10 وهو مستريح جدا. بن شرقي بيلعب 10 وبيلعب وينج ليفت وبيلعب فيرود وبيلعبهم الثلاثه وهو مستريح جدا. فانت لو عوزت حد كرياتيفيتي قوي في الحته اللي في النص، ما اعتقدش ان في حد من الثلاثه انسب بالمكان ده في ظل غياب امام عاشور غير هو بن شرقي. ايا كان انت لعبت خلاص زيزو في المكان ده تمام، الدنيا مشيت وكل حاجه، بس احنا بنتكلم بعد كده في قدام. قدام احنا لازم اللعيبه دي خلاص كل واحد يتطبع على مركزه، عشان ما نفضلش نغير كتير وما نفضلش اللاعب ده هنا شويه وده هنا شويه وده ما يجيبش مستواه وده يحبط والكلام ده كله. فاحنا محتاجين بس كل لعيب يلعب في مركزه، بحيث لما يكون عندي لاعب مصاب وبيلعب في مركزه وهو اهم لاعب في الفرقه، لما يرجع يخش على الفرقه يبقى خلاص كل واحد متطبع بمكانه، والمنظومه كلها دايره من بدري وهو يخش يركب على طول في قلب المنظومه ويساعدهم ويساعدوه. هنيجي بقى للحته بتاعه المهاجم.
جراديشار ما بيلعبش اساسي مع الراجل، من الواضح كده ان الراجل مش مقتنع بيه. مش فاهم ازاي الراجل مش مقتنع بجراديشار ده. جراديشار ده مهاجم جامد قوي يا جماعه والله، كورته كويسه قوي ومتاسس صح قوي. محمد شريف لعب وبيجيب اجوال. محمد شريف ومحمد شريف كويس، بس مش هو المهاجم الاساسي بتاعي. المهاجم الاساسي بتاع جراديشار، والمفروض ده اصلا احنا فاهمينه من السيزون اللي فات لما غاب وسام. جراديشار هو اللي لعب وكان خلاص زي الفل بيلعب اساسي، لولا كابتن عماد النحاس لما وسام رجع لعبوا عليه. غير كده كان زمان جراديشار هو المهاجم الاساسي عندي. الراجل بيلعب برجله كويس قوي، تحركات من غير الكوره روعه، صناعه لعب بيجدها، بيلعب بالهيد، بيلعب كل ادوار المهاجم اللي يعرف يعملها جوه الصندوق وبره الصندوق. الراجل ده بيجدها جدا جدا جدا، فما اعتقدش ان في حد في الفرقه انسب منه يلعبها. اداء كان شكله حلو النهارده، والاهلي كان شكله حلو في الملعب النهارده، ونتمنى الاهلي دايما يبقى شكله حلو في الملعب، وكل الماتشات يبقى كده ويكسب ويفرحنا. وعايزين بقى كل الماتشات الجايه تبقى قويه كده، واللعيبه كلها فايقه وبتلعب كويس وبتهدف وبتصنع، واللي مش فايق يحاول يفوق نفسه ويخش جوه اللعب. خلاص احنا بدأنا الدوري، والدوري السنه دي صعب جدا. الزمالك من اول ماتش شكله فايق، وباقي الفرق في الدوري برضه عامله صفقات مميزه، والسنه دي شكله يبقى سيزون قوي، والفرق كلها داخل المنافسة. بس هتظل المنافسة برضو بين الأهلي وبيراميدز والزمالك، فنتمنى من الأهلي إنه ما يفوتش أي ماتش وما يفوتش أي بونت عشان نقدر نكمل وناخد الدوري واحنا مستريحين من غير وجع قلب بتاع كل سنة. في النهاية برضو أحب أسمع آرائكم، وشاركوني كده في الكومنتات وقولوا لي إيه آرائكم في الماتش وإيه آرائكم في اللعيبة ومراكزهم. إن شاء الله الفيديو الجاي برضو نطلع كده والأهلي يكون كسبان ومفرحنا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل فولو لحساباتي على كل المنصات، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.